أغرب قرية ممكن تسمعوا عنها، مش بس حدودها بين 3 دول. مرحبا بيتنا، اهلا وسهلا فيكم بقريه الغجر العلويه. جمال الخطيب بيحييكم من البلد. بدي احكي لكم شويه تاريخ عن قريتنا. المنطقه اللي احنا موجودين فيها هون هي ملتقى 3 دول، سوريا، لبنان، اسرائيل. قبل 67 كانت سورية الأصل. 67 لما إسرائيل احتلت الجولان، اجت لعندنا لهم قالوا حسب الخرائط اللي معنا البلد هي بلد لبنانية. اجوا المشايخ هون ألفوا وفد وراحوا على خيام مرجعيون، استقبلهم المسؤول عن الجنوب، قالوا حبايبي نحن بنعرفكم كل عمركم أنتم سكان سوريين. لبنان سكرت علينا الجهة الغربية والشمالية، وإسرائيل سكرت علينا الجهة الجنوبية والشرقية. وظلينا منطقة مغلقة لمدة 6 أشهر، ولا واحد بيفوت ولا واحد بيطلع، دولة مستقلة. ونحن لحالنا موجودين بالزاويه هاي. رجعنا لاسرائيل وهيك ما بيمشي الحال. بعد كم يوم اجوا لعنا لهون وقالوا القريه تبعتكم طابعه للجولان من ناحيه جغرافيه، وهذا الشيء اللي احنا بدنا اياه. ردونا لاصلنا سوريه تابعه للجولان. من 82 لل 2000 البلد هي منطقه عسكريه مغلقه، صار في مجال انه يدخل قسم يدخل على الهويه اسرائيليه. أنا كمسلم علوي القرآن كتابي، النبي محمد نبيي، سيدنا علي هو ابن عمه لسيدنا محمد. بآمن بالأديان بما ذكر بالقرآن، ربنا واحد. مشان هيك احنا عملنا بالبلد عندنا هون طريق سميناه طريق التعايش السلمي. بدينا بالتوراة، بعد الشمعدان القرآن، بعد القرآن في عندنا ستنا مريم، بعد ستنا مريم في عندنا سيدنا النبي شعيب، بعد سيدنا النبي شعيب في عندنا سيدنا علي. في عندنا اليوم مضافة، وكل قرار بيطلع من هونيك ملزم لجميع سكان البلد. مفتوح البلد عندنا هون من الساعة 8 الصبح ل 8 بالليل، بعد 8 بالليل ممنوع أي إنسان غريب يدخل على البلد اللي عندنا هون. شغلنا كان بالكيبوتسات، شغلنا بكريات شمونة. اليوم في عندنا 45% من سكان البلد اللي معهم شهادات عليا، في عندنا 60 طبيب بالبلد. ب 24/5 سنة 2000 انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. بيجينا تليفون إنه الأمم المتحدة بيجي على البلد اللي عندنا لهون وبده يقسم البلد لنصين. القسم الشمالي تابع للبنان والقسم الجنوبي تابع لإسرائيل. نحن ضلينا هون محافظين، أصرينا إنه ممنوع يفوتوا يقسموا البلد. ب9/9 سنة 2022 انفتحت البلد عندنا هون. مرت علينا أيام صعبة كثير، والحمد لله لما نحن في عنا مشايخ وكلنا بنسمع للنصائح الموجودة وكلنا بنحب بعضنا وكلنا بنحافظ على بعضنا، وصلنا للشيء اللي هو نحن موجودين فيه اليوم. بتحبوا تتعرفوا على كمان أماكن مميزة؟ إذن بنشوفكم ببيتنا.